لا شك أن الطبعة العاشرة للصالون الوطني للتشغيل كارفور أمبلوا تمنح فرصة للشباب الجزائري للظفر بمنصب عمل، والأرقام تعطيك الجواب. 35 مؤسسة حاضرة في أروقة الصالون منحة أكثر من 4000 منصب شغل، لكن مشكل الخبرة في أسطر السيرة الذاتية لازال يشكل عائقا أمام خريجي الجامعات والمعاهد، الأمر الذي يعتبره هؤلاء غير منطقي. Alors cette année, nous avons à peu près, comme d'habitude, chaque année nous avons entre 30, 40 et 50 entreprises qui participent à ce salon. Cette année, nous avons un peu plus de 30 donc, qui participent, donc tout secteur confondu. Nous avons il y en a 30 et quelques, des entreprises du secteur de l'agroalimentaire, de l'informatique, de l'aviation, de opérateurs donc mobilistes, donc de télécom, la chimie, donc pratiquement tous les secteurs sont représentés. D'après les discussions que j'ai eues avec les responsables, donc c'est entre 4 000 et 5 000 postes de travail qui ont été proposés par ces entreprises pendant le salon. الخبره ولات ديما اوبليجي، الحاجه اللي يقول لك خدمت من قبل ويشوف وين خدمت. لا عائق، ما عندنا شحال درك كيما لا شاسو يجي ان سيكوريتي وقايه من الصناعه يحتاجوها براسك ديما في الصحراء، تلحق يقول لك خدمت في فوراج قبل ولا ما خدمتش، هذا ما يضموندي عليك. عائق كبير. انا جو مدوموند لمن راهي الفرصه دروك، اسكو اللي يكملوا لي ريتريت يعاود عندها ان سي في اميليوري وعندها اون اكسبيريونس دو 15 يعاودوا يخدموه وجون. سنوسي شاب جزائري حامل لشهادة في مجال التنشيط وإدارة القدرات البشرية، لم يرد تفويت الفرصة وزار الصالون قادما من ولاية تيارت، لكنه اصطدم بنفس السؤال من جناح لآخر: ما عدد سنوات خبرتك في هذا المجال؟ هما اصلا يحوسوا على الخبره، شغل اي سقسيك على اي حاجه زعما على اي شهاده والخبره اللي عندك فيها، وحنا نقولوا من حقهم بصح ما هي نورمالمون شغل يخلوا لا شونس لاي شاب هكا وخلاص، لاخاطش علاه حنا نتعلموا منهم يتعلموا منا. العائق الاول يكون لك زعما مثلا نكون بيا انايا دروك انا ما عنديش شهاده، مانيش ليسونسي، عندي ديبلوم ايكول بريفي، زعما شغل يشوفوا لك حاجه كيما هكا بصح ما تكونش كيما تكون انت ذو شهاده متحصل على شهاده ليسونسي كيما نقولوا حنايا ولا ماستر ولا حاجه، تكون عندك فرصه كبرى للعمل. المؤسسات الحاضرة من جهتها تبرر هذه القضية من منظور تقني محض. الخبرة مطلوبة في مناصب التسيير والإدارة العليا، لكن من غير المنطقي البحث عنها في مناصب أخرى. Bon, ça dépend encore une fois du service et du poste. Il y a certains postes stratégiques et de direction qui, bien sûr, où on va demander une expérience. Mais sinon, en général, non. On ne demande pas d'expérience. Nous cherchons beaucoup de techniciens, soudeurs, électroniciens. Nous donnons la chance à tout le monde. حقيقة أنه كاين ميادين أو مناصب اللي يكون فيها حتمية لازم تكون إكسبيريونس، مي مناصب تاع مدراء، مناصب تاع دي كادر سوبيريور، دي توب مانجمنت، لكن كاين مناصب وين الشركة هي اللي تساند الموظف وهي اللي تكونه، هي اللي تعطي له الإمكانيات باش يوظف النظري اللي عنده اللي تعلمه يوظفه في الشركة ويكون أوطون كو ممبر أكتيف في الشركة. المؤسسات تبرر بالمردودية الاقتصادية أكثر من الاستثمار في القدرات البشرية، والصالونات ومختلف آليات التشغيل تقترح وتلعب دور همزة الوصل فقط، لكن الشاب الجزائري لا زال يطالب ويردد نفس الجملة: امنحونا فرصة لنؤسس خبرة مهنية.